السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبناتي طلبة الصف الثاني الابتدائي، النهاردة معاكم ميس دعاء مدرسة رياضيات. عايزة أوضح اللي هو منهج الصف الثاني الابتدائي بالذات، لأنه بيعتبر من المناهج الجديدة اللي الوزارة جددتها، فعايزة أشارككم المناهج الجديدة ديت علشان إيه أولياء الأمور بالذات يفهموها، عشان يقدروا يفهموا الطلبة اللي في البيت معاهم، لأن طبعا أولياء الأمور دول عليهم مسؤولية برضو كبيرة، ماشي، مش كل حاجة على الإيه المدرس. فالشرح النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيساعد أولياء الأمور بإذن الله إن شاء الله يستفادوا، علشان يقدروا إيه يتواصلوا مع أولادهم في الإيه في البيت. فيلا نبدأ مع بعض. التمثيل البياني بالأعمدة ده أول درس في منهج تانية ابتدائي. التمثيل البياني بالأعمدة والصفوف والدروس اللي بعد كده دي حاجة خاصة بالإحصاء، ماشي، بس هو مش جايب لهم حاجة، يعني مش جايب لهم اللي هو اسم الإحصاء، يعني لأن هم طبعا صغيرين، فبيديهم ايه عنوان بسيط كده للدرس ورسومات بسيطة وبيانات بسيطة وحاجات بسيطة يقدروا يطلعوها، يعني مش صعبة ان شاء الله، مجرد بس ما نبص على الرسمة ونفهم ده ايه وده ايه وده بتاع ايه وده بيشير الى ايه والكلام ده كله هيفهموا على طول ان شاء الله، وهتلاقيها سهلة جدا بإذن الله. فيلا بينا نبدأ مع بعض نشوف الرسمة اللي احنا رسمينها دي على البورد قدامي، ونشوف الرسمة دي عبارة عن ايه. انا لو بصيت للرسمة دي سنة تانية هلاقي في خط افقي، الخط ده اللي هو نايم ده، تمام، ده بسميه محور افقي، بسميه ايه؟ محور افقي. ونعيدها يا جماعة مع الطلبة في البيت بتوع سنة تانية علشان ما ينسوش، عشان المسميات دي جديدة عليهم خلاص، فنقعد نكرر ونعيد معاهم في البيت. اللي نايم ده وعلمها بحاجة هتعلق معاهم في دماغهم، ماشي، حاجة فكاهية، اي حاجة تخلي المعلومة تثبت في دماغهم. فهقول المحور اللي نايم ده نايم ما بيشبعش من النوم، نايم على طول، هسميه واقول عليه ايه؟ محور افقي. واعدها مرة واثنين وثلاثة، محور افقي، محور افقي. يبقى اللي نايم ده اسمه ايه؟ محور افقي. خلاص كده. طب اللي واقف دوت اسمه ايه؟ اللي واقف على طول ده ما بينامش خالص، اسمه محور رأسي. اسمه ايه؟ محور رأسي. محور ايه؟ رأسي. اسمه ايه؟ محور رأسي. طيب ركزوا كده معايا. طب المحور الافقي ده بعمل بيه ايه؟ المحور الافقي ده خاص بالمجموعات، او بكتب عليها الكلمات. طب كلمات زي ايه يا مس؟ او مجموعات زي ايه؟ يعني انا عندي المثال اللي قدامي ده هو بيوضح عدد معين من الاطفال بيحبوا مثلا اول ما يصحوا من النوم مين اللي بيشرب لبن، فانا بكتب هنا اول حاجه مشروب اسمه اللبن، كلمه لبن. طب المجموعه الثانيه بتحب تشرب ايه؟ عصير، اي عصير بقى. طب المجموعه الثالثه دي بتحب تشرب ايه؟ شاي. خلاص كده. يبقى المحور الافقي ده خاص بالمجموعات او بالكلمات اللي انا بكتبها هنا. طب ومفيش غير المجموعات ديت؟ لا، في حاجات تانية زي مثلا شهور السنه، يناير فبراير مارس ابريل وهكذا. في حاجات تانية زي الأنشطة، الرسم، النشاط الموسيقى مثلا، نشاط الغناء، المسرح، الكلام ده، الإذاعة المدرسية، الرياضة، الحاجات دي. طيب يبقى احنا قلنا المحور الأفقي ده خاص بالإيه؟ بالمجموعات. خلاص كده. طيب امال المحور الرأسي مس بتاع ايه؟ المحور الرأسي بقى يا حبايبي بتاع الارقام. بتاع ايه؟ الارقام. يعني ايه بتاع الارقام؟ يعني انا بوضح عليه عدد الاطفال، عدد ايه؟ الاطفال، او عدد الطلاب، تمام كده، او عدد المشتركين مثلا في رحله مدرسيه، خلاص، او عدد المشتركين مثلا في الانشطه اللي ايه في المدرسه. خلاص كده، تمام. طيب يبقى ده خاص بالايه؟ بالارقام. بنبدا منين؟ من الصفر، نقطه البدايه اللي هي دي يا جماعه بالظبط كده، انا احط صباعي عليها ايه؟ دي بتاعه الايه؟ الصفر. طب بعد كده 1 2 3 4 5، واخدين بالنا؟ ممكن ايه نكمل لحد فوق على حسب اكبر عدد عندي في المساله.
خلاص. طيب رقم 1 ده و2 و3 ده بيشير الى ايه؟ بيشير الى عدد او كميه. اي رقم بيشير الى الكميه. هنا عند الكميه عدد، فهنا هلاقي الواحد يعني طالب واحد. رقم 2 بتعبر عن 2 طالب او طلابين. 3 بتعبر عن 3 طلاب. 4 4 طلاب. 5 5 طلاب او 5 ايه اطفال، وهكذا. خلاص. طيب يبقى المحور الافقي بتاع ايه؟ المجموعات. طب المجموعات عندي هنا ايه؟ مشروبات، يعني انواع المشروبات، يعني انواع الايه؟ المشروبات. طيب تمام كده. طيب في بقى حاجه تانية اسمها عنوان الرسمه. عنوان الرسم او موضوع الرسم البياني اسمه ايه؟ مشروب الصباح. اسمه ايه يا جماعه؟ مشروب الصباح. يبقى مين الطفل لما بيصحى من النوم بيحب يشرب لبن؟ هتلاقي العمود اهو لحد كام؟ 5. يبقى 5 اطفال من المجموعه الاطفال اللي قدامي رفعوا ايديهم وقالوا لي يا مس احنا بنحب نشرب لبن. يبقى 5 ايه اطفال. طيب مجموعه العصير بيحبوا كام واحد؟ كام طفل بيحب يشربوا عصير اول ما يصحوا من النوم؟ 3. يبقى 3 ايه اطفال. طيب الشاي 1 بس. خلاص كده. طيب نبدأ بقى نعرف الطلاب ازاي يطلعوا البيانات من على الرسمة من خلال اسئلة احنا بنطرحها عليهم. ازاي؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لكم مثلا كم عدد الاطفال اللي بيحبوا يشربوا لبن اول ما يصحوا من النوم، هروح راح على كلمة لبن اهي. بصوا واطلع فوق 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 اشوف العمود اخره لحد فين؟ لحد كام؟ 5. يبقى 5 اطفال يا مس. برافو عليكم شاطرين. طيب يا ترى كم طفل بيحب يشرب شاي؟ بصوا هاجي على كلمة شاي واطلع اشوف العمود لحد فين؟ هلاقيه لحد فين؟ 1. يبقى ده طفل ايه؟ 1. طب كم عدد الاطفال اللي بيحبوا يشربوا عصير اول ما يصحوا من النوم؟ هعد اشوف العمود بتاع العصير واطلع فوق هلاقيه لحد كام؟ 3. يبقى 3 ايه اطفال. مفهوم الكلام دوت؟ تمام. طيب في حاجه مهمه بقى بنحتاجها هنا في التمثيل البياني ومعتمد على التلوين. يعني هنا في المثال اللي هو جايبه لي انا اشرحه قدامكم دوت، فبيوضح لي بيقول لي 5 طلاب، فانا هظلل 5 مربعات. ببدا من تحت، خلي بالك بتبدا من تحت ما بتبداش من فوق. خلاص. يبقى ابدا منين؟ من تحت. 1 2 3 4 5. واضح؟ طيب العصير كام واحد؟ 1 2 3. طيب طبعا انا هكمل دوت لحد فوق عشان الاعمده تبقى متساويه زي بعضها. خلاص اهو ماشي. وده هكمله لحد فوق لان الامثله هتيجي بالشكل ده، الاعمده كلها بطول 1 بس هنلون العدد المعين اللي هو عايزه في الايه جايبولي في المساله. خلاص كده. طيب الشاي كام؟ 1. يبقى انا اظلل كام؟ 1 فقط. مفهوم الكلام دوت؟ ماشي تمام. يبقى انا عندي دلوقتي كم عدد الطلاب اللي بيشربوا شاي او الاطفال اللي بيشربوا شاي اول ما يصحوا؟ ابص اشوف مظلله كم ايه مربع. يبقى 1. طب العصير 1 2 3. طب اللبن 1 2 3 4 5. يبقى 5 ايه اطفال. في اسئله تانية بتيجي يا مس ايه هي؟ يعني مثلا يقول لك اكبر عدد اطفال اللي بيحبوا يشربوا اللبن كام يا سنه تانية؟ 5. اروح بص على اعلى حاجه. اعلى حاجه او اكتر حاجه انا مظللاها هتلاقي مين؟ اللي هو اللبن. صح. يبقى مين؟ 5 اطفال. طبعا مجموعه مين؟ اللبن. ساعات يسالني عن نوع المشروب وساعات يسألني عن العدد. يعني مثلا يقول لي ايه؟ ما نوع المشروب الذي يفضله اكثر عدد من الاطفال؟ هقول له مجموعة مين؟ اللبن، لان انا مظللاها كلها اهي. خلاص. طيب ممكن يقول لي مين اقل او من المشروب الاقل لدى الاطفال اللي بيشربوا اول ما يصحوا من النوم؟ هتلاقيه مين؟ هبص على العمود بتاع الشاي هتلاقيه مربع 1 بس هو المظلل. يبقى مين؟ الشاي. مفهوم كده يا جماعه؟ طيب ده ببساطة شرح التمثيل البياني بالأعمدة اللي موجود معايا. فطبعا احنا الأمثلة بقى المحلولة وهنحلها في حلقه تانية ان شاء الله لوحدها، لان الشرح ده مهم جدا لازم كنت اوضحه قبل ما نخش في المسائل على طول. خلاص. فنراجع يلا بسرعه مع بعض كده. الخط اللي تحت ده اسمه ايه؟ محور افقي. طب اللي فوق ده اسمه ايه؟ محور راسي اللي هو واقف ده. طب المحور الافقي بتاع ايه يا مس؟ بتاع الايه؟ المجموعات. المجموعات دي ايا كانت بقى، مشروبات، شهور السنه، الانشطه، الكلام ده. خلاص كده. الهوايات مثلا. طيب المحور الراسي ده بتاع ايه؟ بتاع عدد الارقام.
الارقام اللي بتجيلي، عدد الاطفال، عدد الطلاب، وهكذا. خلاص كده. وبيكون كده يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت النهارده، عشان مش عايزه اطول عليكم. ويا رب تكونوا استفدتوا من شرح النهارده. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو انت مش مشترك في القناه بعد اذنك يا ريت تشترك علشان القناه تكبر بدعمكم، واكبر عدد من الناس يستفادوا، خصوصا في المناهج الجديده ديت. وتضغط على كلمه الكل وتفعل الجرس الاول، وتضغط على كلمه الكل علشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله باذن الله انزله. واتمنى اكون افدتكم النهارده يا جماعه ان شاء الله، واستنوني في الحلقات القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.